الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه الجامعة جامعة نور مبارك بكازاخستان تعتبر منارة علمية في وسط آسيا، بها نخبة مختارة من الأساتذة في جميع المجالات، وندرس فيها أصول الدين، وندرس فيها الشريعة، وندرس فيها اللغة العربية، وبفضل الله عز وجل عليها إقبال كبير من الشعب القازاقي والدول المجاورة. وهذه الجامعة تقوم على تخريج الأئمة في جميع كازاخستان، ف80% من أئمة كازاخستان تخرجوا من هذه الجامعة العريقة. وهذه الجامعة تدل على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية القازاقية، وعلى التعاون المستمر بين الحكومتين. وقامت هذه الجامعة لتصحيح مفاهيم الإسلام ولتعليم المسلمين المبادئ الإسلامية الصحيحة والدين الوسطي بلا إفراط ولا تفريط. فهذه الجامعة تقوم على تدريس مذهب أهل السنة والجماعة والمذهب الحنفي الذي يتمذهب به أهل كازاخستان. وهذه الجامعة تحرص الحكومتين المصرية والقازاقية على إمدادها بالمدرسين في جميع التخصصات، وعلى إمدادها بالكتب كما نرى الكتب العلمية، وعلى ترسيخ اللغة العربية في هذه الجامعة، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الكتب الإسلامية في العقيدة وأصول الدين والشريعة واللغة العربية وغيرها من العلوم الإسلامية أكثرها مكتوبة باللغة العربية. واللغة العربية هي اللغة المشتركة بين جميع المسلمين في بقاع الأرض وبين الأقليات الإسلامية. فانتشار اللغة القازاقية أو اللغة الطاجقية أو اللغة التركية أو أي لغة من لغات العالم يمكن أن يخدم شعب هذه الدولة، ولكن اللغة العربية تخدم المسلمين جميعا في جميع بقاع الأرض مشارقها ومغاربها. ونؤكد على الطلاب أنهم إذا أرادوا أن يتعلموا العلم يأخذوا العلم من منابعه الصحيحة، وليحذروا كل الحذر من التطرف في الأفكار الإسلامية، وأن يأخذوا علمهم من أنصاف المتعلمين الذين قرأوا كتابا أو كتابين أو درسوا على شيخ أو شيخين أو يتمذهبون بفكر معين يذهب بهم إلى التطرف والعنف والإرهاب. ولكن إذا أخذوا العلم من منابعه الصحيحة فإنه يكون بذلك نافعا لهم في أنفسهم ونافعا لأوطانهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.